على بركة الله. أهلا وسهلا بالمشاهدين العزاز الغاليين، مغاربة اللي داخل أو خارج أرض الوطن، أمازيغ أطلس وسوسوريف. تحية لكل العرب بلد ببلد بدون استثناء. السلام يمازيغ نينو لاباس غيرون تهنا مويتي الحال. كنتمنى قلبي تيري ان شاء الله قرمان درهنا يفكون الفيديوهات تيري ان شاء الله قرمان درهنا يا ربي. وقبل ما نبداو خوتي خواتاتي بغيت ليا وليكم الاجر ان شاء الله عند الله، فيلا جميع نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل ما نبدا خواتاتي في الفيديو، في الوصفه، فبغيت نقول لكم من الاول انكم عافاكم اللي دخل يشاهد ليا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، وعافاكم خليو لي لايك وتعاليق وبارطاجيو ليا الفيديوهات، واللي مشتركش يشترك فضلا وليس امرا. الله يجعل لكم وقفتكم معايا، رحمه ومغفره لكم من والديكم، ميسره وتيسير لاموركم، ومفتاح ان شاء الله لاستجابه اغلى واعز امانيكم يا ربي. فكما معوداكم وكيف ديما كنشارك معاكم اي حاجه صوبتها للدار كما بغات تكون. والحوايج اللي كنصاوب دائما فيها البساطه. المهم خوتي اليوم بغيت نشارك معاكم دنجال مشرمل في الكوكوط بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه، والنتيجه كتعطينا واحد الدنجال مشرمل ما نقولش لكم كيجي بنين واحد الدرجه. ما نقولش لكم راه لذيذ 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 صراحه. محبين الدنجال هذه طريقه فعالة وناجحة وعملية بسيطة سهلة اقتصادية. المهم راه جميع المواصفات مجموعين فد الطبق هذا. وهنا خوتي غادي ندوزو ان شاء الله للمقادير ولطريقة التحضير بالتفصيل. فهنا خوتي خواتاتي كل واحد والكمية اللي موجودة عنده في الدار او لا على حسب عدد الافراد الاسرة ديالو. فهنا عندي واحد 4 ديال الدنجالات، حيت ليهم دوك الجوانب، دوك الوريقات اللي في الجوانب، وغادي نقص داك العود وغنقطعهم على 4. خوتي خواتاتي التليفون كنشدو بيد وكنحضر بيد اخرى، يعني ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم كيفاش قطعته والاخر. المهم راه الصوره باينه. هنا خوتي غندوز ان شاء الله للشرموله اللي كنحتاجو فيها الربيع، قزبور ومعدنوس والثوم. وهنايا كما شفتوا درت الملون الاصطناعي وشويه د القرفه اللي هما اختياريين، بغيتو ديروهم ما بغيتوش ما ديروهمش. المهم هنايا كما كتشوفوا زدت الابزار اللي هو الفلفل الاسود، الخرقوم اي الكركم، تحيه لكل العرب. وهنايا شويه ديال الكمون، الدنجال كيجي معاه وكيواتيه الكمون، والتحميره اي البابريكا، والملحه من طبيعه الحال اللي كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه. وهنا خوتي خواتاتي كما شفتوا الخل، غادي نضيف واحد شويه ديال الخل. وهنا البنات كاين اللي كيبغي يدير الماء ولا انا المهم حاجه اللي كنشرملها كندير لها الزيت دائما. هنايا كما شفتوا ضفت الكميه نيت اللي غيطيب فيها ديال الزيت هنا صافي. وغادي نخلط هاد الشرموله هذه. ودائما خوتي كما كنقول لكم انايا في هاد الشرمول اللي كتكون على الطريقه هذه المغربيه، انا دائما الا ما كنتش مدقوقه كنمعسها بالمعلقه مزيان، كنعطيها وقت كافي انني نمعسها ونخلطها مزيان
باش دوك المكونات كينسجموا كيعطيو واحد المذاق اللي هو جميل. انا خوتي خواتاتي، ياك لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى خوتي والله كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويكون ما عز عليكم بخير وعلى خير، وحنا كذلك، وهذيك هي الدنيا وما فيها. هنا خوتي من بعد ما صوبت الشرموله ديالي كناخذوا ديك الدنجاله صافي وكنعمروا الداخل ديالها بالتشرموله. على هذا الشكل هذا كما قلت لكم التصوير بيد وكنخدم بيد اخرى، يعني قبلوا عليا صافي. ونحاولوا اننا نمرمدوها هي نيت في ديك الزويته صافي، ونوضعوها في الطنجره ديال الضغط صافي. هنايا من بعد ما كملت داك الدنجال شرملته وضعته هكا في الطنجره ديال الضغط، وغادي نرجع لا الطبيسيله اللي شرملت الدنجال فيها، غادي نضيف ليها واحد، نقولوا مهم ضفت واحد كاس ديال الماء، واحد الكاس ماشي ديال العنبه، غير داك الكاس الصغير ضفتو ديال الماء. غادي نشل الطبيسيله ديالي مزيان، وغادي نوضع ديك الكميه ديال الماء في الطنجره ديالي، وغنسدو عليها ونخليوها على نار عاليه، نار مجهده، حتى كنسمعوا الصفاره باللي كتصفر. فاش غادي تسمعوا الصفاره ديالكم صفرات، غتنقصوا على الطنجره ديالكم لاقصى درجه باش تخليوها طيب. المهم هنايا راه خليتها على نار عاليه كما قلت لكم حتى تصفر لينا الكوكوط. ملي نسمعوا الكوكوط كتصفر عاد غادي نقصوا عليها. هنا خوتي من بعد ما صفرات الكوكوط نقصت على النار، خليتها على نار مهيله حتى دوزت ليا واحد 15 دقيقه بحال هكاك. المهم كتفتحوا عليها الا لقيتوها تشربات داك الماء كامل، هي هذيك لقيتوها مازال صافي كتخليوها تشرب داك الماء وتوقف في ديك الزويته كما شفتوا صافي. انا فتحت عليها لقيتها وقفات في ديك الزويته ديالها صافي. غادي ندوز ان شاء الله دابا باش غادي نحطوا الدنجال ديالنا المشرمل في الطبق ديال التقديم. وراه ما نقولش لكم راه ساهل ساهل ساهل، من الوصفات اللي سهله وبسيطه وفي ساعه كتوجد، سهل وسريع. وهذا هو الشكل النهائي خوتي خواتاتي من بعد ما طاب الدنجال. راه جا فتي، جا لذيذ وناجح، راه لذيذ كما قلت لكم. يعني غير ما ترددوش، جربوه وغتشوفوا طبق اللي هو اقتصادي، بسيط، سهل التحضير وسريع في نفس الوقت، كيوجد فيه ساعة. المهم خوتي راني قدمته على الطريقه هذه، وديك لاصوص ديالو حتى هكا راه كتجي زوينه معاه، تقدم معاه. وهذا هو الشكل ديالو في الداخل ديالو كيفاش كيجي راه فتي ومشرمل، فيه واحد المذاق اللي هائل. المهم خوتي هنا نهاية طريقة التحضير ديال الدنجال المشرمل. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكنطلبكم خوتي عفاكم خليوا لي لايك وتعاليق وبارطاجيو ليا الفيديوهات في الواتساب، وديروا لي مشاهده كامله، واللي ما مشتركش يشترك فضلا وليس امرا. كنتمنى من الله اجر معايا، و ان الله لا يضيع اجر المحسنين. كلشي راه شوفوا كلشي راه غير احسان. راه الله سبحانه وتعالى راه بمجرد الانسان ما كيفكر في شي حاجه
ديال الخير راه ما درتيهاش، غير فكرتي فيها وكيحسبها لك في الحسنات. والله سبحانه وتعالى غير إلا ضحكتي في وجه أخوك المسلم راها صدقة. يعني راه أي واحد ولو بلايك، عاوني ولو بلايك، راه محسوبة عند الله ومضاعفة إن شاء الله. وحتى لهنا أعانني وأعانكم الله جميعا.